اهلا بيكم في قناتي عالم منار. لو اول مره بتتابعوني وحابين يوصلكم كل وصفاتي دوسوا سبسكرايب وفعلوا جرس النوتيفيكيشن علشان يوصلكم كل جديد. وحشتوني جدا من اخر وصفه عملتها معاكم على القناه. النهارده هنعمل مع بعض كيكه البرتقال، هنعملها بطريقه سهله جدا وبسيطه، وازاي تطلع معاكي سبونجي ومرتفعه وهشه وريحه البرتقال اللي فيها تجنن من جمالها. يلا بينا نبتدي الفيديو ونشوف عملناها ازاي. اول خطوه هنعملها في الخلاط، هضيف المواد السائله. هنزل بكوبايه من السكر وهضيف عليها 2 بيضه. المكونات دي طبعا كلها بدرجه حراره الغرفه. بعد كده هنزل عليهم بمعلقه من الفانيليا بنكهه البرتقال، طعمها حلو جدا جدا وهتدي تيست حلو قوي. نص كوبايه من الزيت. بعد كده كمان هضيف معاها بقى برتقانه كامله بقشرها كده متقطعه بالطريقه دي، هنزل بيها كلها على باقي المكونات. ما اقولكوش بقى الطريقة دي هتخلي نكهة البرتقال مركزة جدا. شغلت الخلاط بقى عشان اضرب كل المكونات السايلة مع بعض. وهنا بقى نيجي للمواد الجافة. عندي كوبايتين من الدقيق عليهم رشة ملح، ضفت لهم معلقة من البيكنج باودر وقلبت المكونات الجافة كلها بالطريقة دي. دلوقتي هضيف خليط المواد السايلة على المواد الجافة ونقلبهم مع بعض. طبعا مش محتاجة افكركم ان من بداية عمايل الكيك انا مشغله الفرن على درجه حراره 180. دي خطوه مهمه جدا. نقلب بقى الخليط كده، ولو حسيتوه تقيل شويه معاكم ممكن تضيفوا عليه شويه ميه او عصير برتقال او شويه لبن، هتلاقوه ابتدى يخف معاكم. هنا بقى بصراحه كانت ايدي وجعتني من التقليب، فايه حبيت اشغل المضرب الكهرباء كده عشان يخف برضو عني شوية. طبعا لو مفيش مضرب كهرباء عادي جدا ممكن تكملوا الخطوات على ايديكم، يعني كل واحد بقى يستعمل الامكانيات المتاحة عنده برضو واللي تريحه يعني. وفي اي بقى قالب عندك بتفضليه مدهون دهنة زيت خفيفة كده ننزل فيه بخليط الكيك. عايزة اقولكم من ريحة خليط الكيك اصلا تحفة، ريحة البرتقال تجنن يعني من قبل حتى ما يدخل الفرن. بس كده كده خلاص جاهز معانا. ندخله الفرن على درجة حرارة 180. طبعا ما نفتحش عليه قبل ما يعدي نص ساعة. وده شكل كيكة البرتقال بعد لما طلعناها من الفرن. ما شاء الله جميلة جدا جدا، هشة ومرتفعة. وعايزة اقول لكم ان ريحتها حلوة قوي قوي بجد. ريحة البرتقال يعني ملت البيت كله كده، ريحة حلوة. وهنا بقى بعد ما قلبناها شايفين ما شاء الله بقى هنا باين اكتر الارتفاع. هشة ما شاء الله وجميلة جدا جدا، وريحتها في منتهى الجمال. لونها كمان حلوة قوي ومظبوطة وزي الفل يعني بجد، سواها ما شاء الله مظبوط جدا. هنا كمان بقى حبيت اقطعها واوريكم شكلها من جوه، عشان بصراحة لونها عاجبني قوي قوي من جوه. لونها كده اصفر وحلو قوي وطبيعي من غير الوان ولا اي حاجة. البرتقال ما شاء الله عامل لها تيست حلو وريحة حلوة ولون كمان حلو. شايفين ما شاء الله بقى هشة وجميلة جدا جدا وطرية كده وسبونجي جدا يعني. اتمنى تجربوها وتعجبكم. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش لايك وشير. باي باي.